السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فضيحة جديدة هي التي قام بها أحد أبناء مدينة الخميسات، حيث هذه الفضيحة هي فضيحة عالمية وليست على المستوى الوطني فقط. فمدينة الخميسات تصدرت مجددا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة على المستويين الوطني وحتى الدولي، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو من حلقات برنامج أمريكي جديد من تلفزيون الواقع يحمل دين 19 Days Fiancé أو 90 يوما من الخطوبة، والتي يعرض على قناة TLC منذ سنة 2014. حيث فكرة هذا البرنامج هي تنبني على مرافقة شخصين خلال مرحلة الخطوبة لمدة 90 يوم، ويشارك في الصيغة الجديدة للبرنامج التي انطلقت تحت مسمى The Other Way الطريق المغاير سنة 2019، حيث ظهر شاب مغربي من مدينة الخميسات يدعى أسامة ويبلغ من العمر 24 سنة، حيث ارتبط بسيدة تدعى ديبي وتبلغ 67 سنة وتنحدر من ولاية جورجيا. وقد التقيا عبر موقع انستغرام، حيث توطدت العلاقة بينهما وأصبحا يتواعدان بعد أشهر من المحادثات والتواصل. لتقرر السيدة ديبي 67 سنة المجيء إلى المغرب كخطيبة له لتتعرف عليه أكثر ويتوج علاقتهما بالزواج. وقالت ديبي في تصريح جانبي في ذلك البرنامج أنها قدمت إلى المغرب ليس لأخذ يونس والانطلاق إلى أمريكا، ولكن للاستقرار في المغرب، وأنها فكرت مليا في هذه الخطوة وتركتها مفاجأة لأسامة، هذا الأخير الذي رفض بشكل قاطع هذا القرار وعلق عليه بشكل ساخر، وهو الأمر الذي لم تتقبله ديبي وجعلها تشك في نوايا أسامة الحقيقية التي هي ظاهرة أصلا، ليرد عليها أسامة بأنها حمقاء ليدخل بعد ذلك في جدال كبير. وخلافا لما نشرته بعض مواقع وصفحات فيسبوك المغربية، والتي قالت أن السيدة ديبي قامت ببيع جميع ممتلكاتها في أمريكا لتلتحق بأسامة وتستقر في المغرب، إذ أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة، حيث أكدت مصادر أمريكية متابعة للبرنامج أن السيدة ديبي لم تبع ممتلكاتها ولم تحول أموالها إلى المغرب بغية الاستقرار به، بل هي مجرد شائعات روجها ابنها الذي يعمل ملازما في شرطة في ولاية جورجيا. هذا الأخير سبب ترويجه لهذه الإشاعات حسب تعاليق أمريكيين متابعين للبرنامج يهدف إلى تجييش وتحفيز الرأي العام الأمريكي ضد أمه قصد تنييها عن الاستقرار في المغرب، وذلك لحماية أموالها ومدخراتها مما وصفه بالنصب والاحتيال الذي يمكن أن تتعرض له في المغرب. وقد جرت هذه الفيديوهات المجزأة من البرنامج موجة من السخرية والتهكم على الشاب أسامة، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. أسامة الذي اعتبره ضحية لأنه يريد الهروب من الواقع المغربي السيء، حيث أكدوا أن مواعدة السيدة المسنة تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المغربي، بينما رأى فيه آخرون حرية شخصية لا ينبغي التعليق عليها، وعبروا عن تضامنهم مع الشاب، وأكدوا أن هذه الواقعة تعبر عن حجم البؤس والسخط الذي يجعل الشباب ناقما على أوضاعه الاجتماعية في المغرب وراغبا في تحقيق ذاته خارج الوطن. ويذكر أن برنامج 19 Days Fiancé تعرض لعدة انتقادات مؤخرا بسبب ما وصف بتدخل المنتجين والقائمين في تعديل على تصريحات المشاركين
وتلقينهم ما يودون إيصاله للجمهور للزيادة من الإثارة والدراما في البرنامج بعدما فقد جمهوره العريض إثر خروج المشاركين في المواسم السابقة، حيث أكدوا أنهم كانوا يتقاضون تقريبا $1700 لكل شخص عن كل حلقة تبت تقريبا أقل من 2 مليون مغربية. ويعد برنامج 19 Days Fiancé من أكثر برامج التلفزيون الواقع شهرة ومتابعة في أمريكا، ويبث هذه السنة في موسمه العاشر الذي يتكون من 12 حلقة، وقد وصلت مشاهدات الحلقة الواحدة أكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصات مرئية متعددة. ويعتبر البرنامج الأقل دفعا للمشاركين مقارنة ببرامج أخرى لقناة TLC كميلف مانور، Unexpected or My 16,000 Life. إذا للأسف فقصة أسامة وديبي هي قصة تعبر عن الواقع المغربي وحلم الشباب المغربي بالهجرة من المغرب بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب العادات والتقاليد أو تضحية بنفسه وبشبابه للارتباط بعجوز عمرها 67 سنة. هذه خيبة الأمل والحسرة ممكن أن نشاهدها بشكل جلي على ملامح والدة أسامة حين استقبلت ديبي لأول مرة، فكانت صورة مؤلمة ومعبرة لأنها تعبر عن الحسرة، لأنها ستترك فلذة كبدها تأخذه امرأة عجوز، وذلك لتحقيق أحلامه. رغم هذه التضحية التي سيقوم بها أسامة، إلا أنه وجد نفسه محط سخرية العديد من المتابعين، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد العالمي، بعد أن يمكن أن نقول عاد بخفي حنين، بعد أن قامت ديبي بالقرار بأنها لن تغادر المغرب وتطمح في أن تستقر هي وأسامة في المغرب. إذن قصة مشوقة، وإن شاء الله سنعود إلى باقي التفاصيل في مستقبل الفيديوهات. إذن يرجى الاشتراك في القناة، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وطرح أي سؤال في التعاليق، إذن سأقوم بإجابة عليه إن شاء الله.